بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد الحمراوي، فني صيانة وإصلاح جميع أنواع الغسالات الأوتوماتيك والفوق أوتوماتيك والدعم الفني. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا حلة غسالة وايت بوينت. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هعلم حضراتكم إزاي نشق الحلة دي. طبعا الحلة دي احنا بنلجأ لشقها علشان بيبقى الصليبة او الاكس المكسور. فبنبتدي طبعا علشان ما نكلفش العميل حلة جديدة، بنبتدي نشق الحلة كده زي ما حضراتكم شايفين بكل سهولة وبكل سلاسة. ممكن طبعا نشق الحلة دي بطارة بسكوتة بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين، وممكن بالمنشار. طبعا كل واحد زي ما بيحب او زي ما يرتاح في طريقة الشق او الآلة اللي هيشق بيها، ولكن احنا طبعا بنشق بطارة الصاروخ وبالمنشار برضو عادي. ايا كان الاتنين بيأدوا نفس الغرض وهو شق الحلة. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنلجأ لشق الحلة علشان ما نكلفش العميل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، في بيبقى الجزء الامامي ده كده بيبقى فيه مكان ل يعني شق الحلة. بنبتدي ان احنا نشق كده بصاروخ او بطارة بسكوتة كده، طبعا مع مراعاة ان احنا نظبط ايدينا في الشق علشان الحلة ما تبوظش مننا او يحصل بيها اي تلف او كسر. يعني اللي يشق الحلة يبقى متمكن، ويبقى طبعا هو شائق حل قبل كده او اتنين او تلاتة على حسب ايده طبعا وعلى حسب الشغل اللي بيقابله. ولكن في فنيين كتير طبعا يعني ما بتلجأش للشق وتوجع الدماغ وتقول لك كده كده انا مش هخسر حاجة، العميل هو اللي هيجيب على حسابه. ولكن احنا طبعا في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده بنحاول ان احنا نوفر على العميل، وبنلجأ للطريقة دي علشان ما نكلفش العميل زيادة عن طاقته. زي ما حضراتكم شايفين كده يعني طريقة الشق سهلة وبسيطة جدا. في أقل من 6 أو 7 دقايق بنكون انتهينا من شق الحلة بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين كده بالصاروخ واحدة واحدة نبتدي ان احنا نشق الحلة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا يعني هي الطريقة مش صعبة ولا حاجة، ولكن بس عايز اللي يكون ممارس ويكون بيعرف يظبط ايده بالصاروخ وبالطارة علشان ما يحصلش اي تلف او كسر في الحلة. طبعا احنا بنبتدي نجمع الحلة دي تاني بمسامير وسيليكون علشان ما يحصلش فيها اي تسريب. وكنت نزلت لحضراتكم فيديو قبل كده برضو عن طريقة تجميع الحلة وتغيير الصليبة الداخلية للحلة. برضو هتلاقوه موجود على القناة للي عايز يرجع له او عايز يتعلم شق الحلة او تغيير الصليبة الوايت بوينت. طبعا بيبقى كده احنا بنأمن نفسنا، ما بنوصلش الصاروخ او طارة الصاروخ لحد الحلة الداخلية. ونبتدي ان احنا طبعا بالمنشار ونكمل على القطع كده، ده امان طبعا علشان ما نوصلش للحلة الداخلية بطارة الصاروخ او يحصل فيها اي تلف هي كمان. بنبتدي طبعا ان احنا نكمل على القطع بالمنشار زي ما حضراتكم شايفين كده. وممكن اصلا نشق الحلة كلها بالمنشار، ولكن الصاروخ بيبقى اسرع وبيبقى اسهل للي بيشق الحلة. طبعا اللي ما يعرفش يشق الحلة بالصاروخ والطارة يبتدي ان هو يشق بالمنشار. وطبعا يعني يراعي برضو الحلة الداخلية معاه، ويراعي او ان هو يبقى ظابط ايده علشان ما يحصلش اي تلف او اي خسائر في الحلة. لان احنا طبعا بنلجأ للشق ده علشان نوفر على العميل، يبقى بلاش ان احنا نكلف العميل زيادة عن طاقته. زي ما حضراتكم شايفين كده الحلة اتشقت معانا بكل سهولة. ودي طبعا يعني اسهل طريقة لشق الحلة. وزي ما حضراتكم شايفين كده
الحلة طالعة معانا بكل سهولة، متسوية، ما فيهاش أي حاجة ولا خدوش. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم وتكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة النهاردة ونكونوا أفدناكم. وطبعا دي شكل الصليبة الداخلية طبعا مكسورة، يعني هتتغير. وفيديو جديد تاني إن شاء الله بإذن الله هنحاولوا ننزل لكم تغيير الصليبة وتجميع الحلة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.